تخيل معايا ازاي ربنا استخدم طفل صغير يعمل آية تشهد لقوته. ازيكم؟ في يوم 24 مصر الكنيسة بتحتفل بنياحة القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي. اتولد في قرية قريبة من أورشليم. القرية دي كانت من نصيب الكهنة صدوق وأبيثار في أيام الملك سليمان ابن داوود. من نسلهم جه والد القديس وكان اسمه سيجاز، معناه نعمة الأب. اتجوز واحدة اسمها سارة. الاتنين كانوا برين بيخافوا ربنا وأغنياء كمان، وكانوا كل يوم 12 من الشهر بيعملوا تذكار لرئيس الملائكة الملك ميخائيل، ويوزعوا صدقات على الفقراء والمساكين. سارة كانت ست جميلة في الشكل والروح، مليانة فضايل، عشان كده الناس سموها إكزهيريا، يعني مختار الله. بس رغم كل البركة دي كانوا حزانة لأن ما عندهمش أولاد. جوزها كان دايما يروح الكنيسة وقت رفع البخور ويعلم الناس الإيمان، وكل مرة ياخد من ماله ويقدم للكنيسة. وبعد ما اتفق هو ومراته ووزعوا فلوسهم على الفقراء والأتجار والكنايس، في الوقت ده الملك مات وجه ملك جديد كان بيعبد الأوثان. الملك ده هدم الكنايس وبنى هياكل الأصنام وظلم الناس وخد ستات كتير ومن ضمنهم أجزهريا، لكن ربنا رجعها لجوزها بسلام، فشكروا ربنا ومجدوا اسمه. بعدها الملاك ظهر ليهم في حلم وبشرهم إن ربنا هيديهم ولد، وفعلا اتولد القديس تكلا هيمانوت. ولما كمل سنة ونص حصل جوع كبير في أثيوبيا، وكان قرب ميعاد تذكار رئيس الملائكة ميخائيل. أم القديس حزنت لأن إيديها فاضية ومش قادرة تعمل التذكار. ساعتها الطفل مسح دموعها بإيده وشاور ليها تاخد لمكان فيه طبق فيه شوية دقيق قليلين. ولما حط ايده على الدقيق بقى كتير جدا لحد ما فاض على الارض. جابت قفف وكل ما الطبق يفضى يرجع يتملي تاني لحد ما جمعت 12 قفة مليانة. بعدها جابت قدور السمنة والزيت الفاضية، والطفل لمسها وامتلأت هي كمان. ولما أبوه رجع من الكنيسة وعرف اللي حصل شكر ربنا وفرح جدا وعمل تذكار وأكل الفقراء والجيران. ولما كبر اتنيح بسلام. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا. لو عايز تشوف قصص دينية أكتر تابعني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب.